يعني ايه حادثة الإفك اللي حصلت مع أمنا السيدة عائشة اللي ناس كتير جدا تسمع عنها بس مش عارفاها؟ كان من عادة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان لما يجي هيروح لسفر لغزو أو لغيرها كان بيعمل كده قرعة بين نسائه، واللي تيجي القرعة عليها هي اللي هتسافر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل القرعة وقعت على مين؟ وقعت على أمنا الطاهرة الشريفة العفيفة الطاهرة النقية الزكية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد أمنا عائشة معاه. فلما خد أمنا عائشة معاه من عادة حضرة سيدنا النبي إنه كان بيخلي واحد يجي ورا الجيش متأخر. ليه؟ علشان أي حاجة وقعت من الجيش اللي جاي ورا متأخر يجي يجيبها وهو جاي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيب كده الجمل، يعني الجماعة بقى الأعراب بقى هم اللي فاهمين القصة كويس جدا. كان بيجيب كده الجمل ويصنع يعني زي غرفة كده على الجمل. فكان عمل غرفة كده للسيدة عائشة، وطبعا الناس عارفة ان هذه عائشة اللي في الغرفة بس ما حدش شايف اثرها. يعني هم عارفين عائشة في هذا المكان بس هم مش شايفين امنا عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع الجيش، ولما كان ماشي بالجيش خلاص بقى جاء كده في مكان من الاماكن وبدأوا يرتاحوا، قعدوا وبدأ يرتاحوا، وبعد شوية هيكملوا المسيرة مرة أخرى. فالمهم يا أحبابنا، السيدة عائشة أرادت أن تقضي حاجتها، عايزة تخش الحمام وتعمل زي ما الناس ما بيعملوا. فخرجت وبدأت تلتفت على رسول الله فلم تجد رسول الله. النبي كان مشغول مع حد من أصحابه كده في مكان بعيد. فالمهم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها راحت تاخد كده حاجتها بعيدا عن أعين الناس. فالسيدة عائشة اتأخرت شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بقى بأمور الحرب وبأمور الغزوة، وقام ومشي في الطريق، والنبي نسي إن هو يروح يتأكد من وجود أمنا عائشة. المهم خلاص مشيوا، واللي سحب الجمل سحب الجمل، ومعتقد إن السيدة عائشة داخل في مكانها. فالمهم بعد شوية السيدة عائشة جت تدور على النبي والجيش والمسلمين فلم تجد أحد. راحت كده يمين وشمال ما شافتش وما عرفتش هم مشوا ازاي. صحراء بقى جرداء ملهاش لا حدود ولا ليها اي علامه، ولينا عارفين الجبل. المهم راحت مكثت مكانها، راحت قاعده مكانها وقالت وهم ماشيين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج مني حاجه فهيخش مش هيلاقيني، فهيعرف اني انا مش موجودة، فهيرجع يدور عليا وهيرجع ياخدني مرة تانية. فهي قاعدة وطال الانتظار. هي بقى وهي قاعدة استنت النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا وطال الانتظار. خلاص بقى فضلت قاعدة وانتظارها طال، فنامت من كتر ما هي قاعدة كده نعست، فنامت من تعب، من شدة تعب السفر. فاتفقنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي من عادته واحد من الصحابه يجي ورا الجيش علشان لو حد نسي حاجه يجيبها وهو جاي، حد وقعت منه حاجه، حد نسي حاجه، اي حاجه حصلت، اي ظرف، اي شيء طارئ، يبقى في حد جاي ورا. فسيدنا كان اللي جاي في الوقت ده كان سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا صفوان
ماشي، فلي امرأة جالسة ونائمة وهي جالسة، فعلم أنها عائشة من كتر ما يعني كان بيشوفها قبل الحجاب وبتاع، وقبل بعثة رسول الله، فهو عرف بأي حال من الأحوال، عرف إن هذه عائشة. تقول أمنا عائشة: ما كلمني كلمة، ما كلمنيش ولا كلمة خالص. عمل إيه طيب؟ راح ماسك بلجام الجمل وراح مخلي الجمل كده قاعد علشان هي تكفئه. طيب الجمل نام أو قاعد جنبيها وهي ما صحيتش، هي لسه نايمة، فبدأ يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله. فمن صوته استيقظت، صحيت. وطبعا هي عارفة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر صفوان بن معطل إن هو يجي ورا الجيش. فأمنا عائشة بتقول: فركبت الجمل وما كلمني صفوان ولا كلمة. ركبت وهو ما كلمنيش ولا كلمة خالص، ما كلمني ولا كلمة. وأمسك الجمل وبدأ يسير، خلاص بقى هو ماشي لحد ما التقوا بجيش المسلمين. وهم قاعدين المسلمين كان في وصيهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فبدأ يسأل: من هذه؟ هي من اللي راكبة دي؟ قالوا له: إنها عائشة. ومن معها؟ قالوا: صفوان. من دي الاثنين دول مين؟ عائشة، أمنا عائشة وصفوان. فقال: زوج نبيكم مع رجل غريب باتت معه حتى الصباح، فوالله ما نجت منه ولا نجا منها. ده مرات النبي بتاعه، وجاء الصباح عليها وهي مع رجل غريب، ده ما نجوش من بعض، يعني يقصد أنهما التقوا بالفاحشة. كلمات تفتت الصخور الصلباء وسط الصحراء الصفراء. بدأ الناس انقسموا إلى قسمين: المنافقين والمسلمين. والمنافقين ما بيصدقوا بقى يلاقوا حاجة علشان خاطر يتكلموا ويتحدثوا فيها. بدأ خلاص بقى انتهت الغزوة وعادوا إلى بيوتهم. بدأ الناس بقى المنافقة تتحدث بما تسمع. أهل الإيمان عارفين من عائشة، عارفين كويس جدا من عائشة، لكن بدأ المنافقين يتحدثون عن هذه الحادثة. بس اللي أسسها مين؟ اللي أسسها عبد الله ابن أبي ابن سلول. بعد كده إيه اللي تم يا سادة؟ بعد كده بدأ الناس تتكلم، والكلام وصل حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام وصل سيدنا أبو بكر. وبدأ أهل المدينة يتحدثون، أهل المنافقين، المنافقين اللي في المدينة، منافقين المدينة. طبعا المدينة كان فيها وما زالت فيها أتقياء وأنقياء، نتحدث في عصر رسول الله كان فيها منافقين وكان فيها مسلمين. بدأ المنافقين يتحدثون عن هذه الحادثة، بدأ المنافقين يتحدثون عن هذه الحادثة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتظر الوحي، فانقطع الوحي عن رسول الله 30 يوما، 30 يوم انقطع الوحي على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ينتظر الوحي. طيب الأخبار ديت والكلام ده أثر على نفسية النبي؟ طبعا، ما هو بشر. كان من عادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته كان بيخش كده بيته يطوف على كل غرفة، يمازح جميع نساء يمازح جميع نسائه ويقبل كلهن بين حاجز. يعني كان بيخش كده على كل واحدة يسلم عليها من نساء، يسلم عليها ويقبل كل واحدة كده بين حواجبها. بعد كده لما النبي حدثت هذه الحادثة
ما كان من سيدنا رسول الله إلا أنه كان يدخل ويقول السلام عليكم كيف حالكم ويجلس، لا يتحدث مع أحد ولا يتكلم مع أحد، فقط السلام عليكم ويجلس. فالسيدة عائشة شافت النبي متغير معاها، بس مش عارفة هو متغير معاها ليه. بعد كده السيدة عائشة رايحة ماشية مع واحدة من النساء، فالست رايحة تعطر الخبط كده في صباع رجليها وهي ماشية، فقالت تعس ولدي فلان بما يتحدث عنك يا عائشة. قال لها ابني بيقول عني ايه؟ قالت لها أولا تعلمين ما يتحدث به الناس؟ قالت لها أعلم. بيقولوا الناس قالوا يقولوا أنك فعلت كذا وكذا مع صفوان. بدأت أمنا عائشة تعلم وأصابها الحزن شديد، بدأت تبقى حزينة جدا. الله، الناس يقولوا عني كده ليه وأنا ما عملتش أي حاجة؟ طب الناس يقولوا عني كده ليه؟ ورجعت ثم التقت برسول الله، فقالت لرسول الله أو تعلم ما يتحدث الناس به؟ تعرف الناس بيقولوا عني إيه؟ قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق 7 سماوات، وإن كنت فعلت ذلك فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب وتاب تاب الله عليه. في هذا الموقف العصيب لك الله يا عائشة. فأسرعت عائشة، استأذنت من زوجها رسول الله وأسرعت إلى بيت أبيها، راحت لبيت أبوها. يا أماه أتدري ما يتحدث به الناس؟ أنت عارفة الناس بيقول عني إيه؟ قالت أدري يا بنيتي. بدأت أمها تقول لها طب بيني وبينك كده يا عائشة أنت عملت كده؟ لو عملت يا بنتي قولي لي نروح نستأذن من سيدنا النبي ونستسمعه. وبدأ سيدنا أبو بكر يتحدث معها، فراحت السيدة عائشة قالت لهم إيه؟ قالت لهم إن قلت لكم أنني فعلت ذلك صدقتمونني، لو أنا قلت لكم أنا عملت هتصدقوني، وإن قلت لكم أنني لم أفعل لم تصدقونني، لو قلت لكم أن أنا عملت هتصدقوني، ولو قلت لكم أن أنا ما عملتش مش هتصدقوني، ولكن لا أقول إلا فصبر جميل. أنا صبرة وسيحكم الله بيننا. عندها ثقة في مين؟ عندها ثقة في ربنا سبحانه وتعالى. إلى بدأت أمنا عائشة عادت إلى بيت رسول الله وتنتظر نزول الوحي، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، إلى أن قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. براءة، ونزلت براءة تبرئ أمنا عائشة من فوق 7 سماوات إلى أن تلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة هذه الآيات، فأسرعت إلى أمها يا أماه لقد برأني ربي من فوق 7 سماوات. فقالت أمها يا عائشة اشكري رسول الله. قالت والله لا أشكر رسول الله وإنما أشكر الله. يعني لو مرت عليك ضائقة تذكر أن النبي مرت عليه ضائقة من قبل. إذا اتهمت، إذا قالوا عنك ما ليس فيك، اعلم أنهم قالوا في رسول الله ما ليس فيه، واعلم أنهم قالوا في أمنا عائشة ما ليس فيها. دي حادثة الإفك التي تتحدث عن الطاهرة الشريفة العفيفة النقية الزكية التي نعلم التي هي في طهارة وفي فلاح وفي صلاح، وكل أهل الإيمان
يعلم أنها صالحة، ومن لم يعلم أنها صالحة فقد يكون مكذبا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى.